السلام عليكم. مهاجم النادي الأهلي الأساسي والرئيسي في بداية الموسم القادم، الموسم الجديد. القصة والحوار في البداية. أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. شرفونا بالاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. المدير الفني الأسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، جلس طبعا في اجتماع قصير مع رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، وايضا مع المدير الرياضي محمد يوسف للنادي الاهلي طبعا، وابلغهم عن قراراته داخل تشكيله النادي الاهلي وغرفه ملابس النادي الاهلي، والمهاجم الجديد اللي هيقود طبعا هجوم المارد الاحمر في الموسم الجديد. ابلغهم كده شفويا ورسميا بالترتيب. واحد، المهاجم الاول للنادي الاهلي هيكون محمد شريف اللي تألق في المعسكر الاخير طبعا للنادي الاهلي، المعسكر طبعا اللي اجراه خوسيه ريبيرو في تونس علشان طبعا الموسم الجديد. تأكد لي المدير الفني ان محمد شريف لديه القدرة على طبعا قيادة خط هجوم النادي الاهلي بشكل اساسي. يعني محمد شريف هيكون ترتيبه في خط في ترتيب المهاجمين رقم واحد. بعد كده السلوفيني جراديشار طبعا رغم امكانياته العالية طبعا ومستواه الجيد، الا انه ما خدش بعض الفرص طبعا مع وجود وسام ابو علي، ولكن ياتي في المرتبه الثانيه. وقال لك انا ممكن هديله فترات اساسيه ويكون كتشكيل اساسي، ولكن على بعض طبعا احتياجات المباريات في بعض الاحيان. ولكن الاول محمد شريف، الثاني سلوفيني جراديشار، الثالث اللاعب الصاعد اللي هو طبعا حمزه عبد الكريم. دول يا جماعه الثلاثي خط الهجوم واللي بيقودوا خط هجوم النادي الاهلي في الموسم الجديد. وابلغهم ايضا بشكل رسمي، قال لهم انا لن احتاج مهاجم ايضا او مهاجم اجنبي في الفتره الحاليه، ونكتفي بالثلاثه دول. وفي انتقالات يناير الشهر اللي جاي طبعا لما يكون انتهى الدور الاول من الموسم الجديد، هنشوف النادي الاهلي هل في الفترة الأولى طبعا كان بيعاني في خط الهجوم، هل هو محتاج راس حربة صريح تاني ولا هيكتفي بالثلاث لعيبة دول. عامة يا جماعة ده المهاجم الرئيسي للنادي الأهلي في بداية الموسم الجديد. زي ما قلنا لحضراتكم النادي الأهلي لن يتعاقد مع لاعب أجنبي في الفترة الحالية، ولكن من المتوقع بنسبة 70-80% هيحتاج لصفقة جديدة في الانتقالات الشتوية الجاية. ده يا جماعة باختصار ما يخص مهاجم النادي الأهلي طبعا في بداية الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026. بالتوفيق طبعا للنادي الأهلي في الموسم الجديد. طبعا أنا على المستوى الشخصي والله لو أنا من ريبيرو أتوقع أن المفروض كنت حطيت جراديشار رقم واحد ومحمد شريف رقم اثنين. كلنا شفنا محمد شريف وعارفين إمكانياته أولها إيه وآخرها إيه، ولكن جراديشار واضح كده الخامة بتاعته نظيفة جدا. والله لو خد فرصته يا جماعة هيتألق. يمكن هو ما يوصلش لوسام أبو علي، ولكن هيكون المستوى متقارب جدا. يعني جراديشار عنده إمكانيات قريبة جدا من وسام أبو علي، فبالتالي لو خد فرصته كاملة بالعكس ده هو يمكن عنده صناعة الأهداف أكتر من وسام أبو علي. جراديشار عنده اللمسة كده يعمل سرعات بوش رجله الخارجي زي لاعب الوسط المحترف زي حسام غالي زي محمد أبو تريكة. المهم ده يا جماعة باختصار ما يخص طبعا مهاجم النادي الأهلي الجديد في الموسم المقبل. في النهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم. السلام عليكم.